كل الدوريات على مستوى العالم بتعمل القرعه بتاع الدوري بتاع البلد بتاعها من قبل الدوري ما يبدا، وكل الجماهير بتبقى عارفه مين الفرق اللي هتلاعبها من اول الدوري لاخره بمواعيد الماتشات كمان. الا الدوري المصري، احنا عندنا هنا يا جدعان جو اثاره وتشويق. حد يقول لي اثاره وتشويق ايه؟ يعني هنلاقي مثلا انجلينا جولي طالعه في وسط الدوري بتقول لك الاهلي فوق الجميع، صوفيا لورين طالعه مثلا بتقول لك الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. لا، مش هي دي الاثاره والتشويق. ان احنا عندنا في الدور الاول هيبقى ليه قرعه، وبعد كده لما نتقسم لمجموعتين هيبقى في قرعه تاني. قبل اي حاجه انا عايزك تحفظ الفيديو ده عندك عشان ما تنساش مواعيد ماتشات، لان كل فريق هتكلم عليه هحط كل الماتشات بتاعته على الشاشه قدام. النادي الاهلي اول جوله ليه هتكون سيراميكا كليوباترا، الجوله العاشره هتكون بيراميدز، الجوله ال15 هتكون نادي الزمالك. الهلال هيلعب 12 ماتش على استاد القاهره الدولي، هيلعب 4 ماتشات على استاد برج العرب، هيلعب ماتش واحد على استاد المقاولين. اول 5 ماتشات في الدوري هيبقوا على استاد القاهره. تعالى بقى نروح لاكبر قلعه رياضيه في مصر، نادي الزمالك يا جدعان. اول ماتش ليه البنك الاهلي، الجوله ال11 بيراميدز، الجوله ال15 النادي الاهلي.